إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 31 من مايو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، وفيه نستعرض لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات مقالا للكاتب الصحفي عبد القادر محمد علي تحت عنوان: هل إريتريا على أعتاب إصلاح سياسي مع تراجع عزلتها الدولية؟ والذي نشره موقع الجزيرة نت في 19 من مايو الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وتحركات دبلوماسية لحث الطرفين على المفاوضات لحل الأزمة. حكومة بونتلاند تقول إن التعديلات الدستورية الجديدة انقلاب على الشرعية في الصومال. والحوثيون يسقطون مسيرة أمريكية ويصعدون الهجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع الأربعاء في أجزاء متفرقة في أحياء أم درمان والخرطوم بحري وولاية السنار في الجنوب الشرقي، واستخدم الطرفان المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة. وقال الجيش السوداني عبر صفحته على الفيسبوك إن قواته أحرزت تقدما في أحياء غرب أم درمان وتعمل على تطهير الأحياء. وتأتي هذه الاشتباكات في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة السودانية تحركا دبلوماسيا لإقناع طرفي الصراع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد. وأعلنت الخارجية الأمريكية الأربعاء بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع الفريق البرهان تناول فيه ضرورة العودة إلى مفاوضات جدة، بالإضافة إلى فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين دون عوائق، سواء كان ذلك عبر خطوط المواجهة أو فتح المعابر الحدودية. فيما ندد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بما جاء في تصريح الخارجية الأمريكية، وشدد على رفض الحكومة الذهاب قصرا إلى منبر جدة للتفاوض، وقال أن من يريد ذلك عليه أن يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة. من جهة ثانية، التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق البرهان بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة. ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، ناقش اللقاء الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة الأزمة السودانية. وقال العمامرة إن المهمة التي كلف بها من قبل الأمين العام تتمثل في تشجيع السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة، مضيفا أن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل سلمي. قال وزير الإعلام في حكومة بونتلاند محمود عيديد درير إن التعديلات الدستورية الجديدة في الصومال تمثل انقلابا على الشرعية في البلاد. وأضاف درير أن هنالك تضارب في الصلاحيات بين الهيئات التشريعية والتنفيذية، مؤكدا على وجود تداخل بين الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ فيما يخص السلطات، وأن الرئيس الصومالي فقد شرعيته هو أيضا لأنه قام بتعديل الدستور الذي انتخب على أساسه دون موافقة الجهات المعنية أو أي استفتاء شعبي، مما يجعل الأمر انقلابا على السلطة. وتأتي تصريحات وزير إعلام بونتلاند بعد أن أكد نواب من الولاية في مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الصومالي الشهر الماضي
أنهم يعتزمون التفاوض مع الحكومة المركزية بعد أن أعلن رئيس الولاية سعيد عبد الله قطع علاقة إدارته معها. هذا وتجددت الخلافات بين الولاية والحكومة المركزية بعد قيام الأخير بتعديلات دستورية أقرها البرلمان الاتحادي في مطلع أبريل الماضي، قالت عنها الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر، وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس الوزراء دون موافقة برلمانية. وحينها رفضت حكومة بونتلاند التعديلات وطالبت بطرحها لاستفتاء شعبي. ويشكل الخلاف الجديد عثرة أخرى أمام الرئيس حسن شيخ محمود الذي يواجه بالفعل صعوبات جمة لإنهاء تمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وإخماد القرصنة وبسط الهيمنة الاتحادية على البلاد بما يشمل أرض الصومال بعد أن وافقت على تأجير ميناء لأثيوبيا متخطية بذلك الحكومة الاتحادية. قالت جماعة أنصار الله الحوثي إنها أسقطت مسيرة أمريكية من نوع MQ مساء الأربعاء الماضي أثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق سيطرتها في اليمن. وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع أنهم أسقطوا المسيرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وبثت الجماعة مقطعا مصورا يظهر عملية استهداف المسيرة بالصاروخ وإسقاطها بعد ذلك. وأشار البيان إلى أن إسقاط المسيرة يأتي بعد أسبوع من إسقاط طائرة مسيرة من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء اليمنية. هذا وكثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب في الأيام الماضية، كان آخرها استهداف السفينة التجارية لاكس التي ترفع علم جزر المارشال بهجوم صاروخي ألحق بها أضرارا بالغة، بالإضافة إلى 5 سفن أخرى في البحر الأحمر وبحر العرب. في أعقاب ذلك أعربت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أنها دمرت مسيرتين ومنصة لإطلاق صواريخ في مناطق خاضعة للحوثيين في اليمن. ومنذ 7 أكتوبر الماضي يقوم الحوثيون بشن هجمات على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها، بالإضافة إلى السفن الأمريكية والدول المتحالفة معها، وذلك بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، وفيه نستعرض لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات مقالا للكاتب الصحفي عبد القادر محمد علي تحت عنوان: هل إريتريا على أعتاب إصلاح سياسي مع تراجع عزلتها الدولية؟ والذي نشره موقع الجزيرة نت في 19 من مايو الجاري. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث. تابعنا جميعا ما دار في الأسابيع الماضية، أي منذ مطلع شهر مايو الذي يعد شهرا استثنائيا للشعب الإريتري مع شهر سبتمبر من كل عام، فالأخير انطلقت فيه شرارة الكفاح المسلح في العام 1961، والأول تحقق في بحره إجلاء المستعمر ودحره من إريتريا. فقد عجت الأسافير ووسائل التواصل الاجتماعي وأشغلت الرأي العام الإريتري بتوقعات أو أمنيات أو أحلام اعتملت في نفوس البعض وحولتها إلى توقعات. ومضمون هذه الأحلام والتوقعات كان ترقب إصلاحات جديدة يقوم بها رأس النظام الإريتري من شأنها إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية. وشرق الإريتريون وغربوا بين متفائل ومتشائم وحذر تجاه هذا الأمر، وهم ينتظرون بفارق الصبر إطلالة أسياس أفورقي لإلقاء كلمته المعهودة في ذكرى الاستقلال من كل عام. وكعادته لم يأتي خطاب الرئيس على شيء مما أشغل أذهان الإريتريين، وأيا كان مصدر المعلومة أو الشائعة التي تزامنت مع ذكرى الاستقلال، إلا أنها أشغلت الرأي العام الإريتري بالتعاطي والتفاعل معها بعيدا عن الموضوعات الهامة التي كان يجب التركيز عليها لكونها تعكس مطالب استحقاقات الاستقلال الغائبة أو المغيبة.
حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات نستعرض لكم اليوم مقالا للكاتب الصحفي عبد القادر محمد علي تحت عنوان: هل إريتريا على أعتاب إصلاح سياسي مع تراجع عزلتها الدولية؟ والذي نشره موقع الجزيرة نت في 19 من مايو الجاري. نتابع سويا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. يقول عبد القادر محمد علي: مع دخول شهر مايو من كل عام يرتفع منسوب التكهنات في أوساط الإريتريين بقرب احتمال حدوث تغييرات أو إصلاحات في الحياة السياسية في بلادهم التي تعاني حالة من الجمود منذ قرابة 3 عقود من الزمان. ولم يكن هذا العام استثناء، إذ تصاعدت التوقعات مع إشارة مسؤول سابق في الحزب الحاكم في إريتريا إلى مفاجأة محتملة تترافق مع الاحتفالات بإحياء ذكرى الاستقلال يوم 24 من مايو، وتشمل مفاعيلها جوانب مختلفة بدءا من الدستور وانتهاء بتصعيد وجوه جديدة. توصف إريتريا في الأدبيات السياسية والحقوقية بأنها كوريا الشمالية الإفريقية، وذلك تعبيرا على تعدد أوجه التشابه بين نظامي الحكم في البلدين على عديد من الصعد. فمنذ نيل استقلالها عن أثيوبيا في مايو عام 1993 تعيش البلاد حكم الحزب الواحد، الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، مع عدم السماح بنشاط أي حزب آخر داخل البلاد، كما يتم اعتقال المعارضين بمن فيهم قيادات سابقة في الحزب الحاكم، في حين يحكم رجل أسمر القوي أسياس أفورقي بلاده منذ الاستقلال من دون عقد أي انتخابات رئاسية. هذه الانتخابات تمثل جزءا من استحقاقات عدة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى وفق تعبير مؤسسة فريدوم هاوس الحقوقية منذ اندلاع الحرب الحدودية مع أثيوبيا بين الأعوام 1998 و2000 التي شكلت نقطة فاصلة في تاريخ الدولة الوليدة. ظلت الحرب وما تلاها من تداعيات الذريعة الرئيسية لتجميد العمل بالدستور الذي تمت المصادقة عليه في العام 1997، في حين لم تتم الدعوة لتشكيل جمعية وطنية منتخبة تختار الرئيس من بين أعضائها، كما أن المجلس الوطني لم يجتمع منذ العام 2002. وبينما تصنف المؤسسات الحقوقية إريتريا ضمن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، لم يكن الوضع الاقتصادي أفضل حالا، حيث يتكرر وجود إريتريا ضمن تصنيف أقل البلدان نموا في الوثائق الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل إريتريا على أعتاب إصلاح سياسي مع تراجع عزلتها الدولية؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. وحول التغيير المحتمل يقول عبد القادر محمد علي نقلا عن القيادي السابق في الحزب الحاكم والمعارض الحالي أحمد القيسي أن النظام الإريتري واقع في أزمة تتمثل في عدم القدرة على الاستمرار على النهج القديم ذاته بالنظر إلى المتغيرات الكبيرة في المنطقة وإلى التذمر الذي بدأ يشاهد وسط كوادر النظام الداعية إلى التجديد. ويرى القيسي أن معلوماته تؤكد الاستعدادات لإجراء نوع من التغيير يعيد إنتاج النظام بحلة جديدة بما يسمح بالتكيف مع الوضع الجديد وخلط الأوراق على الجميع، خاصة المعارضة التي تعاني من الهشاشة والضعف وفق تعبيره. ويلخص القيسي الذي شغل منصبا وزاريا في تسعينيات القرن الماضي الإجراءات المتوقعة بإعداد دستور يتماشى مع ما يريده النظام وليس استجابة لمطالب سياسية تتعاطى مع حقائق الواقع السياسي والاجتماعي في المجتمع. وإلى جانب ذلك يتوقع أحمد القيسي عقد مؤتمر للحزب الحاكم ووضعه كقوة سياسية تشكل امتداد التراث النضالي للجبهة الشعبية إبان الكفاح المسلح، والاعتماد على قواعد اجتماعية تم إعدادها طوال الفترة السابقة من الجيش والقطاع المدني باعتبارها تمثل قاعدة الحزب. وشهد عام 1994 عقد المؤتمر العام الثالث للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الذي أعلن فيه تحويل الجبهة من تنظيم عسكري استطاع انتزاع استقلال البلاد من أثيوبيا إلى حزب سياسي،
كما تم تغيير اسمه إلى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. ومنذ ذلك الحين لم يتم عقد أي مؤتمر جديد للحزب. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل إريتريا على أعتاب إصلاح سياسي مع تراجع عزلتها الدولية؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي حدث استقطب اهتماما عالميا، تم توقيع اتفاقية سلام بين إريتريا وأثيوبيا صيف العام 2018، إبان وصول رئيس الوزراء الأثيوبي الحالي أبي أحمد إلى السلطة، وموجة التفاؤل التي رافق السياسات الانفتاحية والإصلاحية في الداخل وعلى مستوى الإقليم. أنهى هذا الاتفاق نظريا حالة لا حرب ولا سلم بين البلدين التي امتدت منذ العام 2000 مع صمت البنادق على الجبهات والانتقال إلى نوع آخر من المواجهة عبر حرب الوكالة، مما مثل العائق الدائم أمام أي إصلاح في إريتريا نتيجة المخاوف التي أعلنها النظام من استهداف مباشر لسيادة البلاد واستقلالها. وفي هذا الإطار يرى المحلل السياسي الإريتري سليمان آدم حسين أن المرحلة الحالية تتطلب حدوث إصلاحات، عازيا ذلك إلى عدة أسباب، من أبرزها أن المهددات الخارجية التي كان لها دور كبير في الوضع الاستثنائي الذي شهدته البلاد لم تعد كما كانت عليه طيلة العقدين الماضيين، مشيرا إلى تفكك العزلة الدولية التي عانت منها إريتريا، وإلى ازدياد دورها الإقليمي وبنائها علاقات مع قوى مهمة دولية وإقليمية. أما أهم بنود الإصلاح كما يراها سليمان آدم حسين فتتمثل في قيام الحكومة ببعض الخطوات التي تفسح المجال أمام دخول البلاد إلى وضع دستوري طبيعي كما نص عليه برنامج المرحلة الانتقالية المجمد. وأضاف سليمان آدم حسين أن هنالك حاجة إلى إصلاح مؤسسات الدولة والقوانين المعمول بها، ما من شأنه تمكين البلاد من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكات الجديدة مع عدد من الدول المهمة مثل الصين وروسيا وإيطاليا ودول الشرق الأوسط، وحتى الولايات المتحدة التي كانت المهندس الرئيسي للعقوبات على إريتريا بدأت تعبر عن نيتها في تغيير سياستها تجاه إريتريا وخلق علاقة طبيعية معها. وفي نوفمبر عام 2023 أصدرت واشنطن الوثيقة الاستراتيجية القطرية الخاصة بإريتريا التي حملت توجيهات إيجابية تجاه أسمرة بعد أن اتسمت العلاقة بين الطرفين بالعداء المستمر لقرابة عقدين من الزمان، إذ كرر الرئيس الإريتري إسياس أفورقي اتهاماته باستهداف بلاده من قبل واشنطن، في حين تعتبر واشنطن أسمرة عامل عدم استقرار في منطقة القرن الإفريقي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل إريتريا على أعتاب إصلاح سياسي مع تراجع عزلتها الدولية؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. ويستمر عبد القادر محمد علي قائلا: يبدو أن الباحث السياسي الإريتري عبد القادر كرار أقل تفاؤلا فيما يخص حدوث تغييرات في بلاده، ويعزو كرار هذه الرؤية إلى أن الأنظمة الشمولية لا تقوم بالإصلاحات من تلقاء نفسها، وأوضح أن ذلك يحدث تحت ضغط عامل ذاتي مرتبط بالخوف من المفاجآت الناتجة عن جمود الوضع السياسي، أو عامل خارجي يتمثل في وجود معارضة نشطة وفاعلة قادرة على الضغط على المستويات كافة، أو وجود ضغط دولي خارجي قادر على التأثير، وهذه العوامل كلها منتفية في الحالة الإريترية. وتتكون المعارضة الإريترية العاملة خارج البلاد من مجموعة كبيرة من التنظيمات المتفاوتة في الحجم، لكنها تعاني التشتت والانقسامات المستمرة، مما يفقدها كثيرا من الفاعلية والقدرة على التأثير، في حين أدت العزلة التي عاشتها البلاد لفترة طويلة ورفض أسمر تلقي المنح والمساعدات إلى تضاؤل قدرة القوى الخارجية على استخدام أدوات الضغط على النظام الحاكم من عقوبات وغيرها. ووفقا لهذه المعطيات يستبعد عبد الرزاق كرار حدوث إصلاحات في إريتريا، مشيرا إلى أن الإجراء الوحيد الذي قد تتخذه السلطات الإريترية سيكون مرتبطا بتقدم الرئيس إسياس أفورقي في العمر الذي يبلغ حاليا 79 عاما، وذلك من خلال التمهيد لترتيبات التوريث التي تحفظ استمرارية النظام
حتى ولو اختفى هرم السلطة الحالي من مسرح الأحداث. انتهى المقال. ونحن نقول تعليقا على ذلك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أن مثل هذه الأخبار الانصرافية التي تشغل الرأي العام وتصرفه عن قضاياه الحقيقية، لا سيما عند حلول المناسبات الوطنية التي تعتبر القاسم المشترك وموطن الإجماع بين مكونات الشعب الإريتري ومحل اتفاق بين كل ألوان الطيف السياسي المعارض للنظام الإريتري وكل نشطاء التحرر والانعتاق، إن النظام وأعوانه أو المقربين منه يقومون بتمرير معلومة من شأنها التشويش على الأفكار وفتح نافذة جديدة للإلهاء وتشتيت الآراء وتقسيم المقسم أصلا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تهدف إلى النيل من شخص ما تمثل معلوماته ومعرفته بالنظام خطورة مهددة، أو يعتبرها المهتمون أنها معلومات موثوقة بحكم موقع الشخص السابق من النظام أو عرابه، فيعمدون إلى تمرير مثل هذه المعلومات المختلقة عن طريق مصادره الموثوقة في داخل النظام، وذلك لاغتياله سياسيا بتجريده من المصداقية وفقدان الثقة فيه، وبالتالي إزاحته من المشهد العام بداعي الهرطقة أو عدم المصداقية، وإظهاره في صورة من يهرف بما لا يعرف، وبناء عليه يتم التعاطي مع تصريحاته ومعلوماته مستقبلا بنوع من الريبة والشك، وعندئذ تفتقد المصداقية بالرغم من أهميتها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وتحركات دبلوماسية لحث الطرفين على المفاوضات لحل الأزمة. حكومة بونتلاند تقول إن التعديلات الدستورية الجديدة انقلاب على الشرعية في الصومال. والحوثيون يسقطون مسيرة أمريكية ويصعدون الهجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.